والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم ندير واحد التحليل من وجهة نظري فيما يقع في السوشيال ميديا. بعد واحد الغياب طويل قلت نفتح نشوف يعني ما يقع، واخا ما كانش شي مواضيع اللي حديث الساعة اللي من المفروض تناقش، ما كايناش. يعني غادي كما نقولوا ما جديدش علينا، غادي نسمعوا السلبيات او كما نقولوا انتقادات اللي كاين اللي ما تكونش في محلها، كاين شي مرة اللي كتكون في محلها على حسب شتا من خلال العناوين في بعض المنابر او خارجين كوم كوا في هذا لو مومون ديال رمضان المعظم. لا في الاصل غادي يخرجوا كما نقولوا كيتوقعوا كيتسناو يترقبوا ماذا يقع في الشاشة المغربية، التلفازة. كاين اللي ينتقدوا بعض الاعمال الرمضانية او ما عجبتهمش. انا شخصيا مثلا ملي ما غاديش يعجبني شي فيلم او مسلسل ولا اي حاجه بغا في التلفزيون او لا في السوشيال ميديا، واش كندير؟ كنبدل الاذاعه، نشوف الا لقيت شي حاجه اللي غادي نرتاح لها. الا ما لقيتش غادي نطفئه بكل بساطه واختصار، بلا ما غادي نضخموا الامور اللي كان المفروض تناقش المسائل اللي حديث الساعه كتعيشها الساكنه والمجتمع المغربي ما كايناش للاسف. كنمشيو لواحد الحاجه اللي ماشي في التخصص ديالنا. بمعنى كتلقى الممثلين 3 سنين او فما فوق كانوا كيشوميو ما خدموش، ما كانش اعمال نظرا لديك ديك الوباء او كوفيد 19. نجانا الله واياكم بهذه الافات والاوبئه. ما خدموش وجاب الله درك التيسير والفرج، الامور رجعت لمياهها ولمجاريها، بقى واحد المتنفس يعني في كل القطاعات. يعني ما كانت بعد ما كانت لا كريز ما بقاتش الناس جات تخدم على راسها. الممثلين واش غادي تنوضوا تقولوا لهم يا ودي دوك المخرج هما اللي كيحكموا كومونديو؟ راه بعدا كاين سلامات الادوار اللي كيقوموا بها الفنانين المغاربه مقارنه مع الدول العربيه او الغربيه الاوروبيه، راه بخير. كاين واحد التحفظ كيراعيو شي حاجه سميتها التقاليد الاعراف في الادوار، لا من حيث الملبس ديالهم ولا من حيث المصطلحات او فاش كيلعبوا واحد الدور. يعني ما كانش واحد الخدش ولا كما نقولوا ماشي شي حاجه اللي ماشي تاع تما، في حين تقدر تشوفها في التلفازه ديال الدول العربيه او المجاوره او الاوروبيه. بلا ما ندخلوا في هاد الحيتيات او التفاصيل، قلت المغاربه ديالنا راهم متحفظين بزاف. بحال في رمضان راه من الطبيعي غادي يديروا الادوار يفوجوا على المغاربه، وماشي غادي تكون مدمن مثلا تفرج لهم يعني كاع بحال مثلا هذا ولا هذا اللي كينتقد يقول لك يا ودي علاش داروا لنا هاد الادوار؟ علاش ما تطفيش التلفزيون تمشي بعدا انت الحاجه تمشي تصلي ركعات؟ كاين شي منهم كتقول لك يا ودي انت الاولى كتفرجي لهم، انت الاولى كتفرجي لهم، ما غاديش يعجبني واحد الطو ما تفرجلوش. انا هكا كنعرف. كاين بعدا ادوار لعبوها مزيانه، فيها التوعيه، فيها كما نقولوا او تحفز او تحذر يعني المغاربه. كاين ادوار اللي كيلعبوها مزيان، الادوار اللي كما نقولوا ما كيتوفقوش فيها، وما يمكنش عاوده الواحد ما غاديش كما نقولوا غير الجديه يغلق على راسو ما يتفرج ما والو. ما يمكنش، تاخذ شويه، ما غاديش يكون ادمان في التلفزيون يعني تقضي صباح مساء تفرج، انما بعض السويعات او شي نهارات اللي كتكون مناسبه. كيكون العمل بالدرجه الاولى دائما كنقولها، الله بعدا بالدرجه الاولى، عاد كيجي العمل ثم كتكون ديك التسليه المرح والجديه، كيكون واحد المجد والخلط في الحياه. ميمكنش تكون غير جدي، لابد كيكون شويه كما نقولوا شويه المتنفس، شويه الواحد يتفرج، شويه الواحد يقضي يخدم شغلاتو شويه واوا باش ما غاديش يتفرج الواحد
يكذب عليك الكذب. غادي يخرجوا معرفتش، عاد راني كنشوف او من الملاحظ حتى الرجل اللي غادي يخرج لنا في هذا يهضر في هذا الاطار تاع التلفازه الرمضانيه، وهو كنشوف يخليه دينيا يخرج شي حاجه اللي غادي شي محاضره اللي غادي في الضمن ديالو. اما فنيا راه صحاب الفنان راه خصو يخدم باش يدخل، فإذا ما خدمش ما يدخلش. جميع الادوار كيتقمصوها والشخصيات ويلعبوها كيف ما بغات تكون، والا كيقولوا لهم البابا والاحباب. الا ما قدرتش داك الفنان تلعب داك الدور ما بغاتش غادي يجيبوا لبلاصتها، يعني ما غاديش تقدر تخلص. وما عندهمش واش غادي ياكلوا، هما راهم معتمدين على الفن. معظمهم الفن داروه يعني بعد ما من ممكن يكون هواية أصبح مهنة عندهم. إلا ما خدموش راه ما غاديش ياكلوا. هذا هو الفن، يعني خص يلعبوا جميع الأدوار. فقلت ما يمكنش الواحد غادي يبقى غير جدي غير الخدمة. فإلا كان هكا الإنسان راه كاين واحد الخلل، خص المراجعة ديال الأوراق. خص ضروري تكون ديك الجدية، المرح، التسلية، باش يكون واحد التوازن، واحد ليكيليبر في الحياة. فإلا ما كانش هكا راه كاين مشكل، كاين مشكل في داك الشخص. أو يعني نخدمو نلعبو نضحكو نتفرجو شوية